السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كله كده دايما بخير وبصحة وسعادة. وتعالوا بقى اقول لكم النهارده على الخبيز الفلاحي بتاعنا ده. وتعالوا اوريكم كده واحنا بنعجن انا وحماتي واخت جوزي. وعجنا العيش بتاعنا وخبزناه ووريكم احنا بنرميه في الفرن كده وبنوسعه وبنلقطه وبنقطعه كل التركات والحركات بتاعه الخبيز بتاعنا الفلاحي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كده كنا قاعدين بنعجن انا وحماتي واخت جوزي، كانت جايه عندنا الصبح كده، كانت جايه يعني رايحه تجيب فطار، وقالت تعدي علينا وكده. قلت لها تعالي، انت رايحه فين؟ اقعدي عجني معانا، انا وامك طالع عينينا من الصبح، اقعدي عجني معانا وكده. راحت قالت خلاص انا هروح واجي على طول. قلت لها لا، العجين قدامك اهو، يلا ظبطي طرحتك كده، رجعيها لورا واقعدي يلا عجني معانا. المهم يعني قعدت تعجن معانا، وقلت لها بصي يا ستي، انت مش كنت هتجيبي فطار وتروحي تفطري؟ قالت لي ايوه. قلت لها خلاص فطارك عندي، انا هفطرك فطاره ملوكي، بس اهم حاجه تنزلي معانا كده في العجينه عشان احنا خلاص اتقطع نفسنا انا وامك من الصبح وقاعدين عمالين نعجن وكده. بس نزلنا بقى في العجين كده احنا التلاتة. قلت لها بقى يا حماتي حوشي ايدك من العجين وهنخلص انا وبنتك وكده. هي برضو ايه مصرة ان هي برضو تفضل حاطة ايدها في العجين معانا وكده. قلت لها خلاص براحتك. بس زي ما انتوا شايفين كده، طبعا كنت انا واخت جوزي نازلين في كده. زي ما طبعا احنا لما بنيجي نعجن بنعجن كمية كبيرة، مش بنعجن كمية قليلة ولا حاجة. يعني احنا كنا عاجنين حوالي 50 كيلو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا قاعدين في بيت عيلة بيت عيلة والكلام ده، فلازم لما بنيجي نعجن بنعجن كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، مش بنعجن حاجة قليلة يعني. طبعا الكمية اللي انتوا شايفينها دي كانت كبيرة قوي على الطشت اللي احنا بنعجن فيه. بعد ما خلصنا بقى كده قسمنا شوية في الحلة، في حلة كده جنبنا عشان لما يخمر يعني ما ي... ما يتكبش من الطشت في الارض والكلام ده. فطبعا فضلنا بقى كده نحط في ميه لغايه اما ظبطنا العجينه خالص. لازم العجينه تكون زي الملبن كده معاكي، ولا اللي هي فيها عرق بتشد، ولا اللي هي طريه خالص، تكون وسط. فطبعا بعد ما خلصنا بقى عجن كده خالص انا واخت جوزي، حماتي بقى حبت بقى تعرف العجين اتظبط ولا لا. فطبعا بتقعد بقى تعمل الصندوق، حاجه كده اسمها صندوق، بتعملها كده بالعجين عشان تعرف العجينة اتظبطت ولا لأ واتعجنت حلو. فبتقعد بقى تعمل زي بالونة كده، في ناس بتقول عليها صندوق وفي ناس بتقول عليها زي بالونة يعني. فطبعا حطت ايديها كده في الاخر وقالت لا ده عايز كمان شوية مية، راحت حاطة كمان شوية مية. وقعدت بقى تعجن فيه كده شوية، وهتقعد بقى تعمل صندوق. انا طبعا ما بعرفش اعمل الصندوق ده، هي حماتي طبعا عشان خبرة بقى في العجين والخبز والكلام ده يعني، وهي اللي معلماني اصلا. انا لما كنت متجوزه ما كنتش بعرف اعجن ولا اعمل اي حاجه، وهي علمتني يعني الخبيز وكده. بس هتعمل بقى الصندوق كده، هتعرفنا بقى كده لو الصندوق عمل بالونه كبيره كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، معنى كده ان العجينه بتاعتنا بقت كويسه واتعجنت كويس وما فيهاش اي حاجه. وكده بقى هنسيبها بقى وهنغطيها، وهوريها لكم دلوقتي واحنا بنغطيها علشان تخمر كويس في الشتاء. وحاجه كده تحفه يعني وجميله. هوريكم كل حاجه دلوقتي واحنا بنعجن وبنخبز وبنرمي طبعا في الفرن. طبعا هي حماتي هي كانت قاعده بقى بتعمل الصندوق اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا العجينه كانت مظبوطه وجميله وما فيهاش اي حاجه، وعملت بالونه كبيره كده زي ما انتوا شايفين. الشهدنا بقى كده عليه و... وهنغطيه بقى دلوقتي. طبعا غطينا بقى العجين بتاعنا كده. واهم حاجه احنا في الشتاء، فلازم هتغطي العجين بتاعك كويس جدا. اول حاجه هنجيب صينيه كبيره وهنغطي بقى العجين بتاعنا كده كويس جدا. واهم حاجه ما يبقاش فيه اي هوا داخله علشان يخمر معاكي كويس، عشان طبعا احنا في الشتاء مش في الصيف. كده جبنا الصينيه وحطيناها، وهنحط فوق الصينيه دي زي ملايه كده قديمه يعني عندنا، دي سايبينها بس بنغطي بيها العجين كده. وطبعا كنا قسمنا العجين في حله كده تاني علشان لما يجي يخمر معانا ما يتكبش من الطشت. فقسمناه كده في حله صغيره. وبعد كده غطينا الطشت بتاعنا كده بملايه، وهنحط برضو فوق الملايه دي واحده تانية، وهنحط فوقهم خالص بطانيه. طبعا كل ده ليه؟ عشان احنا طبعا في الشتاء وعايزين العجين بتاعنا يخمر كويس ويخمر بسرعه، ما يعوقش معانا في الخميره بتاعتنا. طبعا هنا بقى كده هنجهز بقى الحاجات بتاعه الخبيز بتاعنا. المطارح اللي احنا طبعا بنعمل عليها العيش، وهنربط الانبوبه بتاعه الفرن. وهنظبطها يعني علشان خلاص بقى احنا كده قربنا نقطع العيش. كده بقى بنربط الانبوبه، هنربط بقى الانبوبه كده
وهنقعد بقى نفطر فطاره حلوه كده بقى على السطح لغايه اما العيش بتاعنا يخمر ويرفع كده. وبعد كده بقى هنجيب بطانيه وهنفرشها كده، وهنروح بقى فرشين عليها الرده بتاعتنا دي، وهنروح بقى ايه ماسكين العيش بتاعنا كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بعد ما اختمر كده ما شاء الله، والطشت كله اتملى كده من العجين. هنجيب بقى كده شويه دقيق حلوين كده في صينيه، وهنبتدي بقى نقطع العيش بتاعنا كده. طبعا اخت جوزي بقى كانت قاعده كده تقطع في العيش زي ما انتوا شايفين كده. بنقطعه بقى ايه رغيفه صغيره كده على حسب بقى ما تحبوا، عايزين تكبروها شويه او تصغروها شويه زي على حسب ما تحبوا يعني. طبعا بنقطع كده هنملى كل البطانيه اللي انتوا شايفينها دي، هنملاها كده كلها عيش زي ما انتوا شايفينها كده. وهنبتدي بقى هنسيبه يرتاح شويه على الرده كده، وهنبتدي بقى نخبز في العيش بتاعنا وهنرميه في الفرن، وهوريكم دلوقتي واحنا بنعمله. يا ريت اللي اول مره يتفرج على قناتي ما ينساش يعمل لي اللايك الجميل ويشترك لي في القناه، يعمل لي تعليق حلو كده يشجعني فيه على الفيديوهات اللي انا بنزلها دي. وقناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. بس كده يا حبايبي هنقطع بقى طبعا هنملى البطانيه دي كلها كده، وهنروح مغطيينها بمشمع. وفوق المشمع ده يعني هنحط الاول ملايه نظيفه، وبعد كده هنحط فوق الملايه دي مشمع طبعا ليه عشان العيش بتاعنا ما يقشفش او ما يشققش من السقعه، طبعا عشان احنا في الشتاء وكده. هو برضو طبعا كانت الشمس داخله وكل حاجه بس كان برضو الدنيا ساقعه، فلو سبت العيش بتاعك عريان من غير ما تغطيه بيقشف يعني وبينشف كده من على الوش، فطبعا احنا بنغطيه بس بعد ما بنملى ايه البطانيه كلها العيش، وبنغطيه بقى كويس جدا. وبعد كده بنبتدي ايه نطلع ايه رغيف رغيف كده. طبعا ده العيش بتاعنا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده الله اكبر ابيض كده وجميل. بعد ما طبعا بنلقط الرغيف كده بنحطه على المطرحه بنوسعه شويه، وبعد كده بنرميه على المطرحه الكبيره، وطبعا بنوسعه خالص كده على المطرحه التانية. يعني بنعمله كذا مرحله، مرحله بنلقطه من على الرده وبنحطه على المطرحه الصغيره شويه، بنوسعه شويه صغيرين، وبعد كده بنرميه على المطرحه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده بنوسعه خالص بنكبر الرغيف خالص يعني. وبعد كده بنبتدي بقى ايه نرميه في الفرن. ما بياخدش حاجه في الفرن بالظبط، هي مثلا 10 ثواني او 20 ثانيه في الفرن، وبيطلع على طول. وبنعمل غيره وغيره وغيره زي الكميه اللي انتوا شايفينها دي. احنا طبعا كنا ما شاء الله يعني كنا عاجنين بتاع 50 كيلو، وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله العيش بتاعنا جميل. طبعا بنعمل ايه بقى في العيش بتاعنا ده عشان يقعد معانا كميه كبيره وما يبصش ولا اي حاجه. طبعا احنا بنجيبه كده وبنقصه بالمقص 4/4، وبعد ما بنقصه بالمقص 4/4 بنحطه وبنحمصه في الفرن، بنخليه ناشف وبنهويه طبعا فوق السطح. بنحطه فوق السطح كده بنرصه كده على بطانية برضو. طبعا احنا بنلم كل الردة دي وبنشيلها وبننضف المكان خالص، وبنجيب بقى العيش بتاعنا كده طبعا بنرصه كده على البطانية وهو ناشف بعد ما اتلدن. شوفوا انا يعني انا كده اهو كنت بقصه كده بالمقص، وطبعا بعد ما بقصه كده بحاول ان انا افرغ العيش من بعضه علشان لما نيجي نلدنه اسمها تلدين. في ناس بتقول عليها تحميص، احنا بنقول عليها تلدين في الفرن. بنلدنه في الفرن وبيطلع بقى كده ناشف، وبعد كده بنرصه بقى وهو متقطع بقى كده. وبعد كده بنشيله بقى عندنا كده في كرتونة او بتشيليه في قفص بيقعد معاكي مدة طويلة، ممكن يقعد معاكي 5 6 شهور زي ما تحبي. وساعة ما بتيجي تاكلي منه بتبلي الشقة او الرغيف بتبليها كده تحت المية، وبيرجع طري خالص اكنك لسه عاملاه يعني. بصوا ما شاء الله كل كمية العيش اهو اللي احنا خبزناها، وكان خلاص اخر رغيفين كده في الفرن بنطلعهم وخلاص يعني ما شاء الله. واللي اول مرة يتفرج على قناتي ما ينساش يعمل لي التعليق الجميل والكومنت الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.